الأيام فرحة الصبي. كان الصبي يحب ابن خالته رفيق صباه، ورغم أنه كان يسكن بعيدا عنه إلا أنه كان يزوره ويقضي معه الشهر أو الأشهر، يلعبان معا ويذهبان إلى الكتاب ويقرآن القصص، وكثيرا ما دار بينهما ألوان من الأماني والأحلام. وكثيرا ما كان يأتي ابن خالته ومعه الزاد على أنه سيذهب معه إلى القاهرة ليطلبان العلم، إلا أن الشيخ الفتى كان يرى أن الوقت لم يحن فيحزنان كثيرا. فلا غرابة أن يقع قدوم ابن خالته موقعا حسنا من نفس الصبي، وبات الصبي ليلته آمنا مطمئنا لا يرهب شيئا مبتهجا، وظل ينتظر قدوم ابن خالته في قلق إلى أن سمع قدمين يضربان أرض الربع لأول مرة، فلا يتردد الصبي في معرفتهما، فهذا ابن خالته يلقي عليه سلام ضاحكا، ثم يتعانقان ضاحكين، وهذا هو سائق العربة قد حمل ما أرسلته الأسرة من زاد. ومنذ ذلك اليوم تغيرت حياة الصبي ولم يعد يشعر بالعزلة.